السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة تالتة ثانوي مع مراجعة نصف المنهج. إن شاء الله النهاردة هراجع معاكم أول 6 وحدات، وهنراجع كمان جزء صغير كده من التراكمي. يلا بينا نشوف أول حاجة. I have written. واحد يقول لي have written ده present perfect يا مستر، أقول له مظبوط. I have written 3 emails so far. طيب ليه اخترنا في الجملة دي present perfect؟ عشان عندي كلمة so far. على فكرة أول ما ألاقي في الجملة so far هعرف إن الزمن بتاعها present perfect. دي معلومة مهمة جدا ما ننساهاش. أول ما ألاقي كلمة so far حتى الآن لازم أستخدم present perfect. واحد يقول لي يبقى معنى كده إيه الكلمات الدالة على زمن ال present perfect؟ يلا بينا نحفظهم مع بعض. ده أحد الأسئلة المتوقعة تيجي السنة دي إن شاء الله. يديني كلمة بتدل على زمن ال present perfect. already, yet, recently, lately, so far. نحفظهم مع بعض يا شباب. since, for, up till now, just, in the last 10 years. أهمهم so far و in the last 10 years. واحد يقول لي يعني لو لقيت in the last 10 years, in the last 20 years وهكذا استخدم present perfect يا شباب. طب يلا نشوف برضو over years يعني على مر السنين. throughout history يعني عبر التاريخ. أول ما ألاقي الكلمة اللي أنا قريتها دلوقتي بيجي معاها زمن present perfect اللي بيتركب من إيه يا شباب؟ have or has plus pp. ده بنسميها ال present perfect في حالة الأكتف المبني للمعلوم، أو have أو has been plus pp في حالة المبني للمجهول. واحد يقول لي يعني المبني للمعلوم have or has plus pp، أما المبني للمجهول الذي يبدأ بالمفعول يبقى have أو has been plus pp. ودي معلومة في الحقيقة سهلة وبسيطة خالص. أنا عايز بس أعرفك إن أنا أول ما ألاقي كلمة الدالة على ال present perfect يبقى لازم أستخدم have or has plus pp، ومن الضروري إن أنا أحفظ هذه الكلمات. يلا نشوف نقطة مهمة جدا دلوقتي برضو معانا في ال present perfect. السؤال ممكن احط في نهاية السؤال already وممكن yet. already لو الفعل تم، yet لو الفعل ما تمش. بس اخد بالي انه بقى واحدة هختارها. ده سؤال يا شباب. have you done your homework؟ يا ترى هختار already ولا هختار yet؟ بحيث ان الاجابة اللي موجودة عندي هي اللي هتقول لي بقى you are wonderful. انا بقول له انت رائع. هل يا ترى هختار already ولا yet؟ طالما بقول له انت رائع يبقى اكيد هو عمل الواجب. يبقى الاجابة الصحيحة هنا هتبقى كلمة ايه؟ already. يبقى already هي الاجابة الصحيحة التي تدل على ان الفعل تم. طب ما يلا بينا نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. have you done your homework already ولا yet؟ طب انا يا مستر هختار بناء على ايه؟ اقول له شوف الاجابه بتاعتها اللي بعدها على طول. you are very slow. انت بطيء. طالما انت بطيء يبقى ما عملتش. هختار على طول يت. يبقى نقدر نلخص كلامنا في الجزئيه دي، والحته دي متوقعه تيجي في امتحان السنه دي ان شاء الله. ان انا اختار اوريدي او يت في السؤال. اوريدي لو الفعل تم، يت لو الفعل ما تمش. طب اعرف منين؟ من الجمله اللاحقه اللي بعدها على طول. يلا نشوف النقطه اللي بعد كده. I haven't seen my uncle وعايز اختار for ولا since. انا عايز اختار يا شباب دلوقتي for ولا since واعطيك a long time. واحد يقول لي a long time يعني فترة طويلة. اول ما الاقي a long time يا مستر انا بختار for a long time. ده احنا حافظينها من الاعدادي. اقول له مظبوط، هختار for هنا عشان عندي a long time، وبالاخص ما فيش في اخر الجملة كلمة ago. طب لو كان في اخر الجملة كلمة ago زي السنتنس اللي بعدها على طول. طب يلا بينا نشوف. I haven't seen my uncle for ولا since a long time. بس انا حطيت لك هنا كلمة اجو يا حبيبي. اول ما تلاقي كلمة اجو في نهاية الجملة وانت مغمض كده على طول تختار since.
نقولها تاني المعلومة البسيطة السهلة دي. for a long time بتساوي since a long time ago. يبقى since بتحب ago لما في نفس الجملة معاها، يبقى نقدر نقول for a long time بتساوي since a long time ago. يلا بينا نشوف الفرق ما بين المضارع التام المستمر والماضي التام المستمر، كلنا عارفينهم. المضارع التام المستمر البريزنت بيرفكت كونتينوس بيتركب من have or has been بلس فيرب في الاي ان جي. طب يا مستر ده اسمه present perfect continuous المضارع التام المستمر. طب الماضي التام المستمر had been verb ing. انا هنا عايز افرق ما بينهم وازاي اختار البريزنت بيرفكت كونتينوس وازاي اختار الباست بيرفكت كونتينوس. انا عندي قاعدة ثابتة عمرها ما بتتغير، ان الماضي يحب الماضي. لو عندك فعل واحد في الماضي يبقى كل الافعال اللي موجودة في الجملة ماضي. طب لو عندك الفعل مضارع يبقى المضارع يحب المضارع او المستقبل. احنا بنتكلم دلوقتي في بعض الثوابت الاساسية. اي فعل في الماضي في الجملة يبقى لازم كل الافعال ماضي. طب لو عندي يا شباب الفعل في المضارع يبقى كل الافعال في المضارع او في المستقبل. يلا نشوف مع بعض السؤالين دولت ونفكر فيهم. ايضا دي متوقعة تيجي في امتحان السنة دي. I am tired today. انا هنا حاطط لك I am. طب I am هنا مضارع ولا ماضي؟ بريزنت ولا باست؟ يقول لي بريزنت، اقول له تمام، واحنا اتفقنا ان البريزنت يحب البريزنت. وعندي في النص كلمة بيكوز. يبقى طالما الفعل عندك مضارع في اول الجملة، في اول الجملة فعل مضارع وعندنا يا مستر كلمة بيكوز، يا حبيبي هختار على طول البريزنت بيرفكت. البريزنت بيرفكت كونتينيوس طالما عندك فترة زمنية في آخر الجملة اللي هي all day. يا شباب نركز عشان دي متوقعة تيجي السنة دي إن شاء الله. يديني في أول الجملة فعل مضارع I am، ويديني because في نص الجملة، تمام، وآخر الجملة هيديني فترة إيه؟ زمنية. أول ما ألاقي مضارع وبيكوز وفترة زمنية وأنا مغمض على طول هختار البريزنت بيرفكت كونتينيوس have been وفعل في الاي ان جي. يلا نقرا الجمله كلها. I am tired today because I have been working all day. طبعا احنا اخترنا هنا have been working عشان عندي الفعل في اول الجمله مضارع وعندي because وعندي في اخر الجمله فتره زمنيه. التلاتة دولت مع بعض كده بيكونوا لي لازم اختار present perfect continuous. يلا نشوف الجملة الأهم بقى اللي هي دي إن شاء الله دي متوقعة بنسبة أكبر. I was tired. بداية الجملة فعل ماضي was، يبقى لما ألاقي في بداية الجملة was وفي نص الجملة because، كلنا حافظينها يا جماعة was وبيكوز، ومعاها فترة زمنية في آخر الجملة، اختار على طول past perfect continuous had been وفيرب في الاي ان جي. يلا بينا نقرا الجمله بقى كلها. I was tired. I was tired was هنا ماضي. I was tired واحنا قلنا الماضي يحب الماضي. I was tired yesterday because I had been working all day. يلا نلخص كلامنا تاني في الصفحة دي وما ننساش يا شباب. اول حاجة بنقولها دلوقتي ان كلمة so far اللي هي معناها حتى الان. so far اول ما اشوفها استخدم present perfect continuous. طب ما هو بالمرة نحفظ الكلمات الدالة بقى على present perfect. يبقى عفوا انا بقول لما الاقي so far بستخدم البريزنت بيرفكت اللي بيتركب من have والبي بي او has والبي بي. يبقى دلوقتي اخترنا في هذه الجمله have written. طب الكلمات الداله على البريزنت بيرفكت هنحفظها كلها كويس. يلا بينا ننتقل لنقطه already ويت في السؤال. already الفعل تم، يت الفعل ما تمش. طب النقطه الاهم بقى for a long time ينفع استعمل سينس؟ ايوه ينفع استعمل سينس بس في اخر الجمله حط لي كلمه اجو، يبقى سينس a long time ago.
نفرق يا شباب ما بين المضارع التام المستمر اللي هو ال present perfect continuous have been has been plus verb ing والماضي التام المستمر ال past perfect continuous had been و ing كالآتي. لو عندك في بداية الجملة فعل مضارع present وعندك because وعندك فترة زمنية اهو 3 حاجات ورا بعض اهو، يبقى على طول يا عم وانت مغمض كده اختار present perfect continuous have been working. طب لو يا عم عندك was او فعل في الماضي في بداية الجملة، لو عندك في بداية الجملة was وعندك because وعندك فترة زمنية الثلاثي المهم جدا ده، على طول اختار مباشرة had been وفعل في الاي ان جي had been working. دي ان شاء الله من الجمل المتوقعة تيجي السنة دي. يلا نشوف النقطة اللي بعد كده. خد بالك من الماضي غير الحقيقي اللي احنا بنسميه unreal past مع ال3 تعبيرات. بإذن الله هتيجي جملة من ال3 دولت بإذن الله اللي هي I wish I'd rather و it's time. واحد يقول لي I wish يعني أتمنى، I'd rather يعني أفضل، it's time حان الوقت. لو جا وراهم subject بقى يبقى I wish لو جا وراها subject I'd rather وراها subject it's time وراها subject لازم الفيرب اللي وراهم يبقى في الباست. يا ترى باست سيمبل ولا باست بيرفكت؟ باست سيمبل لو الجملة فيها كلمة بتدل على البريزنت زي ناو أو توداي، لا دي مهمة جدا. طب وامتى اختار الباست بيرفكت معاهم؟ لو في كلمة دلت على الباست زي yesterday ولاست. ان شاء الله هتجيلنا جملة في امتحان السنة دي بإذن الله ان شاء الله فيها يا اما I wish يا اما I'd rather. السنة اللي فاتت دي 2022 جات لنا it's time. يبقى متوقعة I wish و I'd rather. يلا نشوف جملة مع بعض. I'd rather travel abroad. هنا I'd rather ما جاش وراها subject. طالما I'd rather ما جاش وراها subject يا عم حط infinitive كده ما فيهاش مشكلة، ودي ما بتجيش في الامتحان. طب ايه المتوقعة بقى تيجي في امتحان ان شاء الله؟ I'd rather I. انا هنا عندي I ايوه يعتبر subject. طب يا مستر يبقى لازم بعد I'd rather و subject يجي past. يا ترى past simple ولا past perfect؟ يقول لي لو في كلمة دلت على الماضي اختار past perfect، مفيش اختار past simple بس. انا عندي last year يبقى I'd rather وفاعل وجت في نهاية الجملة كلمة last year دلت على الماضي، على طول وانا مغمض كده اختار had وبي بي. دي جملة متوقعة وبإذن الله إن شاء الله هتيجي بإذن الله بنسبة 100% في الامتحان. وإحنا السنة اللي فاتت بفضل الله توقعنا الأسئلة بتاعت امتحان 2022 وكانت معظم الأسئلة إن شاء الله من اللي قلناها. بتوقع لكم السنة دي I'd rather أو I wish I'd rather أو I wish. حتى لو it's time حب يكررها تاني يبقى لازم يجي وراهم subject وباست simple أو باست perfect. جملة مهمة جدا اللي احنا قلناها دلوقتي. يلا بينا نشوف النقطة اللي بعد كده. النقطة اللي بعد كده قاعدة as بس بقى مش بالطريقة التقليدية، لا بطريقة امتحان ثانوية عامة بقى. احنا عارفين as ما بينهم الادجكتيف او الادفيرب، يعني ما بين as و as الصفة. حلو، صفة يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ان as صفة as او as وادفيرب حال يعني واز. طيب نبص مع بعض للجملة دي. I am as good as a swimmer. الله ده في نون هنا. as my father. واحد يقول لي يا مستر استناني شوية، مش هي القاعدة بتقول as صفة as؟ اقول له يبقى انا عندي هنا هختار as good بس ما جاتش وراها على طول as التانية، ده جا وراها نون. يا حبيبي لازم تعرف بقى، دي حتة مهمة جدا في الحقيقة. الأول نقول الرول أهيت عندي as وبعد كده adjective وas، يبقى التركيبة دي لازم التلاتة ورا بعض كده. طب التركيبة اختلفت، ده حط لي هنا بقى نون اللي هو swimmer. السويمر ده نون، ده اسم. يبقى نطبق القاعدة التانية بتاعت as ايه يا مستر؟
adjective as noun as. لا دي احنا كلنا نحفظها، دي متوقعة تيجي السنة دي ان شاء الله. adjective صفة as noun as noun يعني الاسم، وهو عاطيني الاسم هنا يا شباب swimmer، يبقى هختار انه هل يا ترى هختار as good a swimmer as ولا good as a swimmer as my father؟ الاختيار good as. ليه يا مستر؟ انا هقول انا جيد كسباح مثل والدي، انا جيد كسباح مثل والدي. طب ليه يا مستر ما خدناش as good؟ قلت له يا حبيبي لما بيكون عندك as يجي وراها adjective يلزق وراها as على طول، ولكن لو حط لي noun لا الوضع هيختلف بقى، هيبقى صفة as noun as زي ما هي موجودة عندي good صفة as noun اللي هو swimmer وبعد كده as. الجملة دي متوقعة تيجي في امتحان السنة دي، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لن يخرج الامتحان من أسئلة المراجعة بإذن الله. احنا بنقولها مع بعض وإحنا هنحل أسئلة كتيرة. لاحظ الفرق ما بين inspired inspiring. واحد يقول لي الاتنين صفات، اقول له تمام، بس يا جماعة inspired دي الاولانية اهي inspired معناها شخص ملهم، يعني شخص ملهم يعني وقع عليه الالهام، شخص ملهم شخص ملهم. طيب لو قلنا inspiring معناها ملهم ومشجع للآخرين، يعني أنا عايز أقول inspired يعني هو شخص ملهم بنفسه، هو شخص ملهم، ولكن inspiring ملهم للآخرين مشجع للآخرين. طب يلا بينا نشوف الجملة اللي معانا دي. The film is based on an inspired ولا inspiring story to all young people. واحد يقول لي يا مستر هذا الفيلم أنا عايز أقول مبني على إن هو مشجع أو قصة مشجعة أو ملهمة لكل الشباب. طالما أنا بقول إن الفيلم ده ملهم ومشجع للآخرين على طول أختار inspiring. وعلى فكرة معظم الشباب بيتلخبط ما بين الكلمتين دولت. inspired يعني شخص أصلا هو ملهم، شخص موهوب شخص موهوب، ولكن inspiring مشجع وملهم للآخرين. لاحظ الفرق ما بين aspire وinspire، برضو من الكلمات المتوقعة تيجي السنة دي إن شاء الله. inspire معناها يلهم ويشجع، ولكن aspire معناها eager. aspire to بتساوي eager to يتطلع إلى. نقولها تاني الحتة السهلة دي. aspire to يتطلع إلى، inspire to يلهم ويشجع للآخرين أو كده. يبقى نقدر نقول يا جماعة aspire to معناها يتطلع إلى، aspire يعني يتطلع، وinspire معناها يلهم ويشجع. لازم أفرق في المعنى ما بين الكلمتين دولت. يلا بينا نشوف النقطة اللي بعد كده. ما الفرق بين must have و should have plus pp؟ must have plus pp معناها بالتأكيد أنه، وده استنتاج. طب should have plus pp كان يجب عليه أن يفعل ولم يفعل. يعني مثلا لو جيت قلت لواحد كان يجب أنك تذاكر امبارح بس أنت ما ذاكرتش، يبقى you should have studied yesterday. جماعة بالله عليكم ركزوا في must have plus pp، ده للاستنتاج ومعناها بالتأكيد أنه، لابد أنه، وبقى متأكد. أما should have plus pp كان يجب عليه أو كان يجب عليك ولم تفعل. تعالوا مع بعض الجملة بتاعت عمر. عمر must have studied yesterday. عمر must have لابد أنه ذاكر امبارح، لابد أنه، يبقى he did. لا دي مهمة من الجمل المتوقعة في امتحان السنة دي أيضا. يدي لك must have studied ويقول لي did ولا didn't، هو عمل ولا ما عملش؟
هو ذاكر ولا ما ذاكرش؟ must have studied معناها بالتأكيد أنه ذاكر. ولكن لو قلت لك عمر should have studied yesterday، عمر كان يجب ان هو يذاكر امبارح بس ايه يا شباب؟ ما ذاكرش. he didn't. ان شاء الله هتجيلنا في امتحان السنة دي must have plus pp و should have plus pp ونعرف الفرق ما بينهم. must have plus pp معناها بالتأكيد أنه فعل الشيء دهوت بالتأكيد، ولكن should have plus pp معناها كان يجب عليه أن يفعل ولم يفعل. واحد يقول لي طب يا مستر ايه النيجاتيف، ايه النفي بتاع must have؟ عايز كده حد يفكر معايا. must have نفيها ايه؟ اوعى تقول mustn't، اوعى. اما نقول ايه؟ can't have plus pp معناها لم. طب should have النفي بتاعها ايه؟ shouldn't have plus pp يعني ما كانش يجب يفعل ولكنه فعل. يبقى نقدر نقول يا جماعة لو قلنا he can't have studied معناها ايه؟ هو لم يذاكر. he can't have studied وده النيجاتيف النفي بتاع must have. اوعى تقول لي mustn't، ما عليناش السنة دي mustn't بمعنى ايه؟ بمعنى الاستنتاج. يلا بينا نشوف النقطة اللي بعد كده. could have plus pp و couldn't have plus pp أيضا من الأسئلة المتوقعة جدا تيجي لي في امتحان السنة دي. يا جماعة could have plus pp معناها كان يستطيع ولم يفعل. لو جيت قلت لك مثلا ايه بابا عنده عربية، بابا سافر أسوان بالقطار، هو كان يقدر يسافر بعربيته، كان يقدر ولم يفعل، يبقى could have plus pp. أما ال couldn't have plus pp معناها إيه؟ استحالة حدوث فعل في الماضي. يعني مثلا لو لك صديق مثلا اسمه عمر ده سافر مثلا سافر الخارج، جاء واحد بيقول لك أنا امبارح شفته في مثلا في الحتة الفلانية، تقول له لا استحالة، ده يا عم ده سافر الخارج. يبقى هنا couldn't have plus pp استحالة حدوث فعل في الإيه؟ في الماضي. محدش ينسى الفرق ما بين could have plus pp كان يستطيع ولم يفعل، و couldn't have plus pp هي استحالة حدوث فعل في الماضي. يلا ناخد مثال أيضا متوقع في امتحان آخر العام إن شاء الله. My father has a car. بابا عنده عربية. He traveled to Aswan by train. سافر أسوان بالقطر. هو كان يقدر يسافر بعربيته يا جماعة، هو كان يقدر يسافر بعربيته. He could have traveled in his car. He could have traveled in his car. يبقى كان يقدر يسافر بالسيارة ولم يفعل. يبقى دلوقتي اتعرفنا could have plus pp كان يستطيع ولم يفعل. الجملة بتاعت بابا عنده عربية بس سافر بالقطار، كان يقدر يسافر بعربيته could have traveled in his car. و couldn't have plus pp استحالة حدوث فعل في الماضي وخلاص، يعني يعني ما ينفعش لأن هي فيها عدم الإيه؟ عدم يعني حدوث الفعل تماما. عمر got 90%، عمر جاب 90%. he couldn't have got more ما كانش يقدر يجيب أكتر من كده، استحالة. يبقى عمر couldn't have got more خلاص هو النتيجة طلعت وجاب 90%، يبقى he couldn't have got more. يا جماعة مهمة جدا الفرق ما بين زي ما أنا قلت لكم من شوية must have plus pp الصفحة اللي قدامها must have plus pp و should have plus pp. must have معناها بالتأكيد أنه، أما should have معناها كان يجب ولم يفعل. وقلنا النفي بتاع must have can't have والنفي بتاع should have shouldn't have. واوعى تقول mustn't. النقطة اللي بعد كده المتوقعة أيضا في امتحان آخر العام could have plus pp كان يستطيع أن يفعل ولكنه لم يفعل. و couldn't have plus pp استحالة حدوث فعل في الإيه؟ في الماضي. يلا نشوف النقطة اللي بعد كده. لاحظ الفرق ما بين neither of و none of. مهمة جدا. neither of معناها لا أحد من، بس اتنين فما فوق.
بداية من الاتنين. طب none of برضو لا أحد من، بس 3 فما فوق. واحد يقول لي أنا ولا فاهم حاجة. يا عم انتبه بس شوية. neither 2 فما فوق. none ولا واحد من 3 فما فوق. يعني مثلا لو جيت قلت لك جملة زي كده neither ولا none of my parents is cruel. واحد يقول لي هنا عندي parents الوالدين. طب الوالدين دولت كام؟ 2. واحنا قلنا اللي هي تخص الاتنين neither، ولكن none تخص 3 فما فوق. يبقى الإجابة neither يا شباب. بالله عليكم ركزوا، ده سؤال متوقع أيضا في الامتحان، يدي لك neither ويدي لك none. هنختار أنه الاتنين لهم نفس المعنى. neither بداية من 2 فما فوق، none بداية من 3 فما فوق. وهنا الوالدين my parents يبقى هنا 2، هنختار neither على طول. يلا بينا نشوف النقطة اللي بعد كده. لاحظ الفرق ما بين none of not one of و no one ما تاخدش of. ده لا نركز فيها شوية، نركز فيها. ده لو جاب لك ال3 اختيارات دولت ومعاهم كمان neither هنعرف دلوقتي دي ممكن تلخبط. none of يعني ولا واحد من، طبعا اتفقنا 3 فما فوق. not one زيها بالظبط، بس not one برضو وراها of، يبقى none of و not one of. طب no one، لا no one ما تاخدش of خالص، ما يجيش وراها of ابدا. يلا نشوف المثال. none of my shirts is clean. وناخد بالنا مش انا بقول none of يعني ولا واحد، يبقى الفعل مفرد، الفعل is. حتى لو كان قبلها جمع اللي هو شيرتس، ما انا بقول ولا واحد من القمصان بتاعتي كلين، ولا واحد، يبقى لازم اقول is. طب يا مستر ينفع اقول not one of؟ هي بالظبط not one of my shirts is clean. طب هل يا ترى ينفع اقول no one؟ حبيبي ما احنا قلنا no one ما يجيش بعدها of ابدا، يبقى ما ينفعش اقول no one of my shirts is clean. يا جماعة ده سؤال في الامتحان بإذن الله. none of not one of no one ما تاخدش of. طبعا no one هنا لا يتبعه حرف الجر of أبدا، ودي من الحاجات التراكمية اللي المفروض نعرفها وهندرسها برضو بعدين في المنهج إن شاء الله. يلا بينا نشوف الجزء اللي بعد كده. للتعبير عن عادة في الماضي وانتهت. عادة وانتهت، كل واحد أقول له عادة في الماضي وانتهت يقول لي used to، أقول له صح. used to plus infinitive. تاني كده used to plus infinitive. تمام. بتساوي ايه في المعنى؟ would plus infinitive. يبقى اما اعبر عن عادة في الماضي وانتهت، واحد يقول انا كنت بدخن في الماضي ودلوقتي خلاص، يقول I used to smoke، I used to smoke، I would smoke when I was young. طب يلا نشوف الجملة اللي معانا دي. She space have long hair، هي كان شعرها طويل but she cut it، بس ايه هي قصته. عادة في الماضي وانتهت، ينفع استعمل used to؟ ايوه. وينفع استعمل would؟ طبعا. يبقى used to تنفع would تنفع، بس ايه الفرق ما بينهم يا شباب؟ ان would دي ما تنفعش تيجي ولا في النفي ولا مع افعال الحالة. افعال الحالة اللي هي افعال الحب والشعور والكراهية والادراك والمعرفة والامتلاك. يبقى نقدر نقول used to عادة في الماضي وانتهت، would وانفينيتيف عادة في الماضي وانتهت، بس في فرق ما بينهم. ايوه، ان would ما تنفعش ولا في النفي ولا في السؤال ولا مع افعال الحاله اللي هي الستيتيف فيربس، افعال الحب والشعور والكراهيه. ان شاء الله هتجيلنا في امتحان السنه دي باذن الله، وهيبقى الاختيار used to would وانفينيتيف الاثنين ينفعهم، يبقى بينفعوا في الجمله اللي عندي دهيت عاده في الماضي وانتهت. لا تنسى درس الكوزاتيف، الدرس المهم جدا اللي ما فيش سنه والا لازم يجيبوا لي في امتحان اخر العام. درس الكوزاتيف عباره عن ايه؟ ببساطه كده يا جماعه، انا بنسب لنفسي حاجه بس مش انا اللي عملتها. يعني ازاي؟ لو انا قلت لك انا صلحت عربيتي،
انا مش ميكانيكا يا جماعه، يبقى لازم اقول ايه؟ I had my car repaired. انتوا عارفين لو انا جيت قلت I repaired my car يبقى انا صلحت عربيتي بنفسي، يبقى ده مش كوزاتيف. احنا عايزين الكوزاتيف دايما بستعمل له فيرب هاف وفيرب جيت، ولخصناه قبل كده مع فيرب هاف وفيرب جيت لما يجي وراهم غير عاقل يجي البي بي وراهم التصريف الثالث. يعني مثلا ايه؟ I had my car fixed. I got my car fixed. طب يلا بينا نشوف مع بعض الايه الجمله دي. I went to the oculist to have او to get my eyes checked. ان شاء الله دي من الجمل المتوقعه في امتحان السنه دي. I went to the oculist. oculist اللي هي عياده طبيب العيون. oculist اللي هو طبيب العيون يا شباب. انا رحت عياده طبيب العيون ليه؟ to have او to get my eyes checked. واحد يقول لي استاذ هو ليه ما ينفعش اقول to check my eyes؟ to check my eyes يبقى انا اللي فحصت عيني بنفسي، ولكن ده كوزاتيف، المسبب او المنسوب الى الغير، انا بنسب لنفسي حاجه بس مش انا اللي عملتها. لازم استعمل فيرب هاف ولازم استعمل فيرب جيت، وبعد كده لما بيجي وراه غير العاقل اللي هو ماي ايز، ماي ايز يبقى لازم التصريف الثالث الباست بارتيسيبل وراه على طول. واحد يقول لي لا انا مش فاهمه قوي، يلا نقولها تاني الحته الصغيره دي. I went to the oculist to have أو to get my eyes checked. أنا رحت عيادة طبيب العيون عشان أفحص إيه؟ أفحص عيني. طيب هل أنا اللي هعمل الفعل بنفسي ولا طبيب العيون؟ الطبيب هو اللي هيعمل الفعل، يبقى أنا لازم أستعمل الكوزاتيف، والكوزاتيف مع فيرب هاف وجيت أجيب وراه غير عاقل ثم التصريف الثالث. أدي عندي هاف وجيت أهي موجودة، وبعد كده جبت ماي ايز ده غير عاقل، على طول وراها التصريف الثالث تشيكد الباست ايه بارتيسيبل. يبقى نقدر نقول يا جماعه I had I got يجي وراها my eyes غير عاقل، يجي وراها التصريف الثالث مباشره. واحد يقول لي طيب لو have و get لو جه وراهم عاقل، لا يبقى هاف لها قاعده خاصه بيها وجت لها قاعده. ناخدها بالراحه يا جماعه، لن يخرج اي امتحان من درس الكوزاتيف، يبقى بس نلخصه في كلمه واحده. اول حاجه اما بلاقي هاد والاقي جت وجا وراهم غير عاقل اللي هنا ماي ايز، احط التصريف الثالث على طول، وده بتعتبر الحاله الخاصه بالباسيف. ولكن انا مش عايز اسمي باسيف، مش عايزين مسميات، احنا عايزين نعرف نحل في الامتحان. اول ما الاقي هاف وجت او الماضي منهم او الماضي بتاعهم هاد او جت وجا وراهم غير عاقل، على طول وراهم تصريف ثالث اللي هو الباست بارتيسيبل. يعني ممكن اقول ايه؟ I had my car repaired. I got my car repaired. يبقى هاد وجت جبت وراهم ماي كار غير عاقل، اجيب بعدهم التصريف الثالث مباشرة. اما في حالة العاقل بقى نركز يا شباب. I had the oculist. oculist طبيب العيون، يبقى ده عاقل، يبقى هاد وعاقل مصدر بس قلنا تشيك. يلا نقولها تاني الحتة السهلة دي. في حالة العاقل مع هاد او هاف، يعني مش مشكلة مضارع او ماضي بقى، يبقى هاد وعاقل مصدر بس. طب لو قلت جت وعاقل تو المصدر. I got the oculist احنا قلنا طبيب العيون to check my eyes. يلا نلخص الدرس الكوزاتيف في كلمتين صغيرين. بستعمل have وبستعمل get، او بستعمل الماضي بتاعهم had وجت. يا عم جبت وراهم غير عاقل حط تصريف ثالث على طول. يعني لو جيت قلت I had my eyes checked I got my eyes checked، لأن eyes هنا غير عاقل. طب لو أنا عايز بعد have وجت عاقل أو الماضي بتاعهم had وجت عاقل، في حالة had بستعمل infinitive بس، أما في حالة got to plus infinitive. to بلس انفينيتي دي مهمة جدا. يبقى لخصنا كلامنا في الكوزاتيف هاف وعاقل مصدر بس، جت وعاقل تو والمصدر. يلا نشوف النقطة اللي بعد كده. انا لخصنا اهوت هاف وعاقل انفينيتيف بس مصدر بس،
get وعاقل to والمصدر. جماعة كل سنة لازم يجي درس الكوزاتيف. تعالوا نتدرب على مجموعة من الأسئلة نحلها مع بعض، بس أنا يعني فيها مجموعة من الكلمات نحاول مع بعض نحلها. يلا. Choose the correct answer. Number 1. I saw the space of his death in the paper. أنا عايز أقول أنا شفت إعلان أو نبأ وفاته في الجريدة. نبأ، أنا عايز كلمة نبأ هنا. نبأ هتبقى تاني واحدة اللي هي announcement. announcement معناها إيه؟ نبأ. طب يلا بينا نشوف نمبر 2. واحد يقول لي طب إيه الفرق ما بين advertisement وannouncement؟ advertisement يا جماعة معناها إعلان تجاري، إعلان تجاري، ولكن هنا عايز أقول إيه؟ نبأ وفاته أو خبر وفاته. announcement of his death. يلا نشوف نمبر 2. You space 8,000 pounds on clothes so far. أيوة لقيت so far. استناني بقى كده يعني لازم تهتم شوية. أنا لقيت كلمة إيه؟ so far. تمام. وso far دي من الكلمات الدالة على إيه؟ مظبوط، على البريزنت بيرفكت have أو has بلس بي بي. أول ما تلاقي في الجملة so far وأنت مغمض كده تختار على طول البريزنت بيرفكت have أو has بلس بي بي. هيبقى الاختيار الأول. You have spent 8,000 pounds on clothes so far. Don't you think it's too much؟ يبقى أول ما ألاقي so far على طول أختار present perfect. يلا بينا نشوف نمبر 3. He was totally space for his job as a senior house doctor. أنا عايز أقول يا شباب هو يعني كان غير مؤهل لوظيفة senior house doctor. كلمة غير مؤهل، هل يا ترى unqualified ولا disqualified ولا qualifying ولا qualification؟ جماعة أما أقول شخص unqualified يعني شخص غير مؤهل تماما من ناحية الشهادة، يعني معهوش شهادة unqualified. ولكن disqualified ممكن يكون معاه شهادة بس هو غير مؤهل للوظيفة. يعني نقولها تاني الحتة دي. unqualified يعني معهوش مؤهل خالص، ولكن disqualified شخص معاه مؤهل دراسي بس مش جاهز لشغلانة معينة أو لوظيفة معينة. يبقى أنه إجابة صحيحة هنا. He was totally، يا ترى أقول unqualified ولا disqualified؟ أيوة الاختيار الثاني disqualified، لأن هنا شخص غير مؤهل، هو معاه مؤهل دراسي بس غير مؤهل لهذه الوظيفة. يلا نشوف نمبر 4 ودي متوقعة تيجي السنة دي. I'd rather مش احنا لسه قايلين من شوية I'd rather لو جه وراها subject أيوة يأتي بعدها إيه؟ يا past simple يا past perfect. فكروا يا شباب، لو في كلمة دلت على الماضي اختار had وبي بي، لو ما فيش كلمة دلت على الماضي اختار past ايه simple. هنا في الجملة عندي last term يبقى كلمة دلت على الباست، يبقى معنى كده لازم اختار past perfect. يا جماعة بالله عليكم نركز في السؤال الرابع. I'd rather وده متوقع يجي السنة دي. I'd rather طالما جا وراها subject فاعل وفي كلمة دلت على الماضي اختار had وبي بي. الاختيار الصحيح had studied. يلا نشوف نمبر 5. We all were surprised when the coach announced the space of Shikabala from the national team.
احنا كنا مندهشين لما الكوتش اعلن استبعاد شيكابالا from the national team من الفريق القومي. يعني ايه كلمة استبعاد؟ ايوه مظبوط، اول اختيار exclusion. ولكن عكس كلمة inclusion اللي هو انضمام فعلا. يلا نشوف نمبر 6 يا شباب. I am space a swimmer as my sister. بص يا حبيبي بقى، أول ما تلاقي إيه as وجاء قبلها إيه noun اسم a swimmer، هنختار إيه؟ good as، الصفة تيجي الأول وبعد كده as. I am good as a swimmer as my sister. وهذه الجملة متوقعة تيجي في امتحان السنة دي إن شاء الله، نركز فيها. Number 7. The film is based on an space true story of love and determination. أنا عايز أقول الفيلم مبني على قصة إيه؟ قصة ملهمة. قصة إيه؟ قصة ملهمة. القصة ملهمة، أيوة، يبقى inspiring، هي اللي ملهمة للآخرين. ولكن لو شخص ملهم بذاته وعنده موهبة يبقى inspired. يلا يا شباب نشوف نمبر 8. The metro must have improved people's journeys to work. المترو احنا قلنا من شوية must have plus pp معناها لابد أنه، بالتأكيد أنه حصل. يا جماعة must have plus pp معناها بالتأكيد حصل. على طول هختار ايه يا شباب هنا طالما الفعل تم؟ ايوه هختار did. هختار هنا ايه يا شباب؟ هختار did. The metro must have improved people's journeys to work. Yes it did. فعلا انه حسن رحلات الناس للعمل. يلا نشوف 9. His financial problems didn't allow him to note himself in family life. يا جماعة لو بصينا للجملة financial problems المشاكل المالية لم تسمح له انه يبقى يدمج نفسه او يبقى موجود في الفاميلي لايف، في الحياة الأسرية. يبقى يا جماعة حتة يغمر نفسه او ان هو يكون موجود اللي هي كلمة immerse ايضا من الكلمات المتوقعة تيجي في امتحان السنة دي ان شاء الله، ننتبه لها. immerse بمعنى يغمر او ينغمر فيه او ينغمس فيه. Number 10. Space of my parents speaks a foreign language. لا دي جملة مهمة، وإن شاء الله لن تخرج هذه الجملة بإذن الله عن أسئلة امتحان السنة دي بإذن الله. وأنا عندي هنا كلمة none و neither و no one و both. يجي واحد يقول لي يا مستر هنا parents 2، حلو، الاتنين يبقى مش هستعمل none لأن none هنا 3 فما فوق، يبقى مستبعدة none أول واحدة. مستبعدة سي برضو يا جماعة. ليه؟ لأن no one ما بيجيش بعدها of، وأنا عندي هنا of. خلاص يبقى استبعدت 2. هفكر في مين؟ يا neither يا both 2 و neither 2. بس بوث الفعل اللي وراها لازم يبقى جمع. يعني ايه فعل جمع؟ ما ينفعش سبيكس دي مع هي وشي وإت بس، مش كده؟ يبقى يا جماعة لازم نعرف بوث الفعل اللي وراها جمع، اما نيذر لا الفعل اللي وراها مفرد. يبقى الإجابة الصحيحة نيذر. والجملة دي هتيجي في امتحان السنة دي بإذن الله وبنفس الشكل. خد بالك ان كلمة نون الفعل اللي وراها بيبقى مفرد، بس ناخد بالنا ان نون 3 فما فوق، اما نيذر 2 فما فوق والفعل اللي بعدها مفرد. نو 1 ما يجيش بعدها اوف، وكلمة بوث الفعل اللي وراها جمع. يبقى عرفنا الفرق ما بين الاربع كلمات. يلا نشوف نمبر 11. Holding such conflicting feelings can lead to severe stress and واحد يقول لي stress
ضغط، وأكيد الإجهاد الشديد. هي كلمة الإجهاد الشديد اللي هي إيه يا شباب؟ الإجهاد الشديد burn out. burn out برضو من الكلمات المتوقعة في امتحان السنة دي إن شاء الله. كلمة burn out، burn out معناها الإجهاد الشديد، stress الضغط والإجهاد الشديد. Number 12. When you passed the town hall clock space, what time it was؟ أنا عايز أقول له لما مريت من قدام الساعة اللي موجودة في التاون هول، هل أنت لاحظت الوقت كام؟ جماعة في الجملة دي أنا عندي what time it was، مش كده؟ يبقى أنا عايز سؤال في الباست، هقول له did you notice؟ did you notice يعني إيه did you notice؟ يعني هل لاحظت؟ did you notice what time it was؟ يلا نشوف نمبر 13. He's doing a class project. project كلنا عارفين project بيجي وراها حرف جر on. project on. Number 14. She was recently placed as president of the National Medical Association. لا الجملة دي مهمة جدا جدا. She was recently هي مؤخرا ايه؟ كرئيسة للناشونال ميديكال اسوسيشن. ناشونال ميديكال اسوسيشن اللي هي منظمة الصحة الايه المحلية او كده، يبقى ناشونال ميديكال اسوسيشن. طب انا عايز اقول هي اتعينت كرئيسة. كلمة يتعين انستول. واللي ما يعرفهاش يا جماعه كلكم عارفين انستول بمعنى يركب، بمعنى يركب. تقول بابا ركب دش، بابا ركب لنا مثلا تكييف. انستول هنا يا جماعه كلمه انستول ايضا بمعنى يعين شخص في وظيفة. هي اتعينت كرئيسة للناشونال ميديكال اسوسيشن. بالله عليكم نركز في الجمل دي كويس. طبعا بتجيلي الكلمة انتوا عارفينها بمعنى، وممكن تجيلي بمعنى تاني خالص في الامتحان، زي كلمة انستول بمعنى يركب، انستول بمعنى ينزل برنامج، انستول بمعنى يعين في وظيفة. يلا اخر جملتين في الفيديو بتاعنا النهاردة. The 19th century space many technological advances. القرن 19 ده فات وانتهى، حاجة فاتت وانتهت وملهاش علاقة بالحاضر، بختار لها باست سيمبل على طول. أول اختيار witnessed. يبقى القرن 19 witnessed يعني شهد many technological advances، يعني في تقدم تكنولوجي كبير قوي. آخر جملة معانا، ودي أيضا من الجمل المتوقعة بإذن الله هتجينا في امتحان آخر العام إن شاء الله. هيديني جملة زي كده: she space have long hair but she cut it. هي اعتاد ان يكون عندها شعر طويل، كان شعرها طويل بس قصته. عادة في الماضي وانتهت. يا جماعة انا بستخدم في العادة اللي في الماضي وانتهت used to plus infinitive would plus infinitive. طب الاتنين موجودين، هختار انه ايوه الاختيار دي both B and C، لان احنا قلنا عادة في الماضي وانتهت بستخدم used to plus infinitive او would plus infinitive. بس الفرق ما بينهم ايه؟ ان would ما تجيش في النفي ولا في السؤال ولا مع افعال الحالة اللي هي افعال الحب والشعور والكراهية والادراك والفهم والمعرفة والتملك. شباب 16 جملة حليناهم بإذن الله، لن يخرج منهم أسئلة في امتحان آخر العام. ده يعني كان ملخص لأهم الايتمز اللي موجودة عندي في الست وحدات الأولانية. هعمل فيديو تاني برضو، ده هنقول عليه ده بارت 1. هعمل فيديو تاني إن شاء الله هستكمل بيه تماما الأشياء المهمة جدا والايتمز والفوكاب المهمة في أول برضو ست وحدات. يعني فيديوهين للترم الأولاني وفيديوهين إن شاء الله للترم الثاني. أتمنى لكم التوفيق
وحتى نلتقي إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. كان معاكم مستر صبري سعد، مستشار اللغة الإنجليزية، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.